عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. لا يشترط أن يكون هذا العمل يعني عمل كبير ما تستطيع الوصول إليه، لا، قد تكون تسبيحات وتحميدات وتهليلات وتكبيرات تخلو بنفسك فتذكر الله عز وجل بها، خبيئة بينك وبين الله. قد يكون جزءا من القرآن تقرأه بعيدا عن أنظار الناس، لا يلتفت إليك أحد ولا يدري أحد بهذا العمل، تقرأه بتدبر وإقبال على الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا صوم يوم من الأيام في الشهر في الأسبوع في كذا تصومه تبتغي به وجه الله، لا يطلع عليك أحد من الناس. قد تكون صدقة تتصدق بها على محتاج ما بين الحين والآخر، في الأسبوع في الشهر في النصف شهر، بحسب قدرتك واستطاعتك، خبيئة ما اطلع عليها أحد فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وهكذا أعمال في وسعك، قد تكون خدمة لأخيك، عون له، تعينه في أمر ما، تعلم جاهلا، تحتسب أجر بعض الدقائق، تأخذ شخصا لا يحسن الصلاة فتعلمه، لا يحسن بعض العبادات فتعلمه، وتحتسب أجر ذلك عند الله. كل هذه من الخبايا التي ينبغي للمسلم أن يكون عنده حرص عليها. من استطاع منكم أن يكون بينه وبين الله عز وجل خبيئة من عمل صالح فليفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.